هذا ميساج بالمناسبه ديال الماتش اللي غيكون غدا رجاء وتوارقه. عشنا في كاس افريقيا يعني اجواء ايجابيه، اجواء جميله، شفنا الاستقبال وحفاوه الاستقبال اللي درنا يعني لا في كازا لا في الرباط لا باقي المدن، جميع الجماهير ديال المنتخبات كاع اللي جاوا المغرب، سواء الاشقاء العرب سواء الافارقه، وعطينا صوره ايجابيه على حفاوه ديال الاستقبال وعلى يعني القيم اللي كيتمتعوا بها المغاربه. بغينا هذه القيم تستمر ونعيشوها غدا ان شاء الله في المباراه ديال توارقه مع فريق الرجاء الرياضي. هادو اللي غيجيو غدا الجماهير ديال الرجاء اللي غادي تمشي وغادا تحل ضيف عند الجماهير ديال الرباط ديال توارقه ولا ديال الرباط ككل، فهادو غيجيو ضيوف. هادو اللي جايين خوتكم ماشي اعداء ديالكم، يعني ما بغيناش نرجعوا لك المشاهد المأساويه ديال الضربه في الشوارع وديال الشغاب وديال من الجانبين، لا من طرف جمهور فريق الرجاء الرياضي ولا من طرف الجماهير ديال يعني ديال الرباط، يعني في شتى الانواع. وعارفين بان الجمهور الاكبر اللي كاين في الرباط واللي يعني كيشجع الفريق هو يعني هو الجمهور ديال فريق الجيش الملكي، وبالتالي بغينا هذا خصوصا في الظرفيه الحساسه اللي كنا عارفينها ان باقي الوقت ديال الازمه، باقي الوقت ديال الصدمه، باقي الاعلام كيتكلم على المغرب، باقي الاعلام كيشيد بالمغرب، وباقي الاعلام كيدعم ان المغرب يعني وقع ضحيه ديال مؤامرات وضحيه ديال مجموعه ديال الاشياء، وباقي يعني يتكلم على التنظيم الكبير وعلى النجاح الكبير ديال كاس افريقيا. وبالتالي ما نجيوش نخدشوا هذه الصوره هذه ونخدشوا هذه الاشياء الجميله اللي صورنا وعطينا العالم واللي سوقنا العالم في هذه 30 يوم طيله المده ديال الكان، نخدشوها بشي احداث ولا بشي ممارسات اللي تخرج غدا في مواقع ديال التواصل الاجتماعي ونبداو نسمعوا شغاب وكذا. هادو اللي جايين كما قلت خوتكم كنعيشوا في بلاد وحده، كنتقاسموا جميع الاشياء، كنا مسلمين، كنا خوت، كنا احباب، كنا عائلاتنا كاينه في الرباط وفي غيره من المدن. وبالتالي بغينا غدا يعني نعطيو نكرسوا ديك الصوره الايجابيه من جمهور الرجاء. كما جا جمهور الجيش هنايا لكازا، نتمنوا ان جمهور الرجاء هو يمشي يتنقل يعني في ظروف مريحه باحترام في هدوء، ويرجع كذلك يعني في احترام وفي هدوء لا للمنشات الرياضيه لا للشوارع لا للمنشات العموميه لا الجماهير ديال الرباط لا الجماهير ديال الرباط كذلك تحترم الجماهير ديال كازا، وتكون واحد الاخوه وواحد العلاقه تكون ايجابيه بين الجميعين بين الجميع. لاننا للاسف ولينا في بحال هذه المناسبات باش نكونوا صراحه كنديروا يدنا على قلبنا وكنبقاو مخلوعين. يا ربي تخرج الامور بخير وعلى خير، في علم اننا في بلاد واحد في يعني مسلمين، كنا خوت كنا احباب وكنشوفوا هذه الاحداث المؤسفه. فنتمنى غدا باش تكون يعني تكريس ديال الصوره اللي عشنا في كاس افريقيا، الصوره الايجابيه، الصوره ديال الاخوه وديال المحبه وديال الا كنا كنكرموا البراني وكنسقلوا البراني او نسقلوا ولاد بلادنا او نتهلاو في ولادنا. شنو البراني شنو دار وكنا وشربناهم سكناهم في احسن الفنادق ومن بعد تقلبوا بداو كيقولوا كلام اللي ما كاينش وكيخرجوا الاكاذيب. فعلى الاقل مع بعضياتنا نسقلوا بعضياتنا مزيان ونعطيو صوره ايجابيه ونكونوا موحدين مع بعضياتنا، خصوصا في هذه الظرفيه. باقي الجرح مفتوح ديال كاس افريقيا، فما نزيدوش نعمقوا نكرسوا، نعطيو فرصه لهاد الناس عاوتاني باش يسبونا ويعيرونا ويروجوا. عندنا اشياء اللي هي غير ايجابيه وصور اللي هي بشعه.